رويس لا اهداف، لا صناعة لعب، لا جاب بطولة لفريق اوروبا. رويس النادي جاب بطولة رويس وانظلم. رويس نعم. هلا على كاين بيلي 16 سنه ونص قريب 17 سنه دا كاس العالم الى السويد، لكن ما جابوا كاهداف صناعة الى السويد. لا مع الفريق ماله في 38 منتخب برازيل برازيل، لكن لما جابه المجموعة جابته، هو كان لاعب معهم، لكن مش صناعة الاهداف. كان الهداف، كان هداف. لا ما كان هداف. انا متابع متاكد. البطوله اول بطوله جابها ليس صانع العاب اكثر واحد ولا كان هداف البطوله. احنا ما حد كان مع البرازيل اعظم لاعبين في تاريخه. جائزه حتى لعلمك البطوله اللي بعدها شلت البرازيل بيليه ما لعب وجابوا البطوله، ورجع بيليه وشلوا 70 معناه بدون بيليه ما لعب وجابوا البطوله. جائزه هداف ولا صانع؟ هداف وصانع ومراوغ كل حاجه. اذا خلص ليش ما ياخذ اشرف؟ طيب. ليش ما ياخذ اشرف؟ سجل وصنع واخذ بطولات وشارك اكثر مشاركات. المعايير كلها موجوده. شنو اللي تريده؟ صح. المعايير اللي تتكلم كلها موجوده. المعايير كلها موجوده. اشرف المعايير عند العرب اللاعب المثالي حاليا، لانه انتم عمركم ما تشغلوا عقلكم كله عواطفكم هي ما هيش عواطف. الوطن العربي ما الارقام العاطفه وهميه ارقام ما هي عواطف. والعواطف بدون عقل. ارقام حكيمي افضل من ديمبلي. ارقام افضل من ديمبلي. اعطينا ارقام افضل منه بكثير. زاد كم لعب من المباراه ديمبلي؟ كم لعب من المباراه؟ ما في مقارنه. هي لا قول لي كم لعب من المباراه وكم كان فيها مؤثر. اعطيني مقارنه. هو كابتن كم مره ياخذ افضل لاعب هو بعد هاي ترى يحسبونها. كم مره تاخذ افضل لاعب في كل مباراه هاي تعمل لك الفارق. خلينا نكمل بس بعد اذنكم. مناف شو تقول؟ والله شوف انا بالنسبه لي بالمنطق يعني يمكن ديمبلي حتى لما يغيب عن الفريق ما تشعر بقيمه غيابه. في اللي يعوض دائما غيابه سواء دوي ولا نتكلم باركولا ولا اكثر من لاعب، تشعر الفريق ماشي هجوميا بنفس القيمه العاليه. غياب حكيمي في اي مباراه دائما ما يكون مؤثر، حتى توظيفه بامري كظهير يمين ما هو موجود التوظيف اللي يعوض حقيقه غياب حقيقه حكيمي. انا بالنسبه لي الشموليه موجوده في حكيمي كهداف، كاسيست، كمساند، كمدافع، كمهاجم، كل مواصفات اللاعب المثالي اشوفها في حكيمي. يمكن احنا ننتظر، اسمح لي ابو جاسم، احنا يمكن ننتظر من ديمبلي دائما التسجيل، لكن الشموليه انا اشوفها بصراحه اروح لحكيمي. عمار. اشرف حكيمي بدون عاطفه بدون ولا شيء. اشرف حكيمي هو اللي يستاهل. ارقامه مع باريس سان جيرمان هو الافضل من ديمبيلي. هم المساهمين الكبار باش وصلت المغرب للنصف النهائي كاس عالم. هو انجاز كبير يعني ما هو سهل باش هذا كله الرواسي يقول لنا بالعاطفه. ما فرنسا صعدت كاس العالم مع عثام ديمبلي مع مبابي متعوده ويمين يامال ما كان موجود. كان موجود لشيل كاس العالم وكان هداف كاس العالم. الله ستر خلانا يشيل الارجنتين ميسي. اللنقا يشوف يامال موجود مع اسبانيا والمغرب خرجته. من هو؟ يا اخي خرجت. خلي المغرب شكون خرج ما دخل. شوف المغرب خلوا المغرب ذكروا. نحن نذكر لاعبين ما مقارنه. يلعب في المنتخب. عاطفه المنتخبات اللي يستاهل رايي الشخصي وبؤمن به بوقع حتى لاخر نفس لمين يامال، لان اللي حققوا لن يحققوا لاعب. كل اللي ذكرتوه تحقق في التاريخ، بس اللي حققوه هذا الصعب انك تحققوا اي واحد بهذا السن. انتم تؤمنون وتعرفوا الكوره وكمدربين تتمنوا يكون معكم قطعه مثل هذا. مش لا عثمان ولا عند الوقت عند الوقت احمد عند الوقت يا مال. لا صغير. قالوا صغير بنعطيه بعديه ولا الحقيقه هي تعطي الجائزه. زين. لانه هذا تقدير لما قام به. فهد خالد اول شيء اثنين لاعبين كبار، اثنين عندهم يعني قيمه كبيره صراحه داخل الملعب، والاثنين مؤثرين والاثنين يستحقون جائزه. فاذا اعطيت ديمبلي او عثمان او اشرف حكيمي الاثنين يستحقون. لكن انا بتكلم عن المعايير. الحين اتحدى لو تنعرض علينا معايير الجائزه ان كلنا نتفق على المعايير. السن ما له علاقه، سواء 16 سنه او عمرك 40 سنه. زائد البطولات ما لها علاقه. الان ميسي مثلا لو يطوف 5 ويلعب لواحد وهو يسوي الاسيست، انا لا سويت اسيست ولا انا سجلت، هل انه يروح تاثيري هذا؟ لا طبعا. فتاثير راح يكون تاثير طبيعي جدا. تاثير المهاجم كعثمان ديمبلي الاقرب لمرمى المنافس راح يكون بالارقام افضل من اشرف حكيمي. هذا طبيعي في كرة القدم. ليش؟ لان انا مدافع، انا راح ممكن اعمل نص الهدف، لكن الاسس يحسب لعثمان ديمبلي او الهدف يحسب لعثمان ديمبلي. لذلك المعايير صدقني مستحيل ان نتفق عليها. زاد انها جائزه فرديه، لا نقيسها على عدد البطولات وكثره البطولات. لا السن بعدين اسمح لي
بالنسبه لكون صغير وكبير مطلوب، لانه ما يتعمل له في السن. لا فريق اول مطلوب شنو؟ لا شوف اسمح لي اكمل. كنت كبير مثل وصلت 40 وسجلت وسويت حاجات معناها ما حد يقدر يسويها، وكنت في سن 16 15 عملت حاجات معناها انت مستثني، حاجات نادره هذا. لا تقول لي السن ما له دور، اسمح لي. لا ما له دور. ما له دور. نروح وصل 40 اول سنه موسم لعب فيه اخر جائزه شباب العالم يعني. كيف ما تقول لا اللي بيهدف في 40 سنه واللي بيهدف 16 سنه يختلف عن اللي بيهدف في 26. طبيعي انا ما اقول لك ما في، هذا عمله نادره، نادرين في العالم وهذا نادر. اما اللي بتكلم 26 25 موجود كثره كثيرين. عندك مثلا دحين اللي سوى اشرف حكيمي واللي سوى عثمان كثير حققوا مثله. طيب احمد بالارقام، لكن يمين اليمين ما حد مثله. انا مش فاتح معك مؤتمر صحفي، خلاص انت تقول وانت ما ممتاز صفحه وما انا حطيت رايي وقلنا لهم بيردوا بغيت ليش اسوي. خلاص لازم اسوي مؤتمر صحفي ارد، يعني بتحط علي الاتهام وتقول لي خلاص بري انا رايي حطيت وسكت، تفلسفوا فوقي. هذا قال لي لا كل واحد. انا هل لما قال اشرف حكيمي واللي قال عثمان قلت كل شيء؟ ما قلت شيء. انت قلت لنا بالعاطفه زيدنا. لا دخلت في شخصي في رايي وحد حط لي اسماء ومصطلحات لازم انزل عليك. احمد هم ما تفلسفوا، واحد من زملاء قال عندك مشجع بس لكن ما تفلسف. واحد مشجع هو ايش دحين مش مشجع هو ايش يعني قال سنه ما شجع وكلهم مشجعين جزء في انا اختار بعاطفه بس لا كل واحد مشجع كوره يعني خالد انا اروح مع حكيمي لانه حكيمي بصراحه هذا المركز ممتاز فيه. يعني احنا لغايه الايام هاي ما بتجد لاعب يجيد الاسلوب الدفاعي والهجومي، يعني لاعب حتى مميز حتى بدنيا حتى بالمشاركات، حتى لما اضافته لما بتشوفه لاعب بحالة الهجوم بتلاقيه الاختراقات اللي موجودة عنده من خلال الجناح أو حتى من خلال العمق، لاعب مميز جدا. أشرف حكيمي من اللعيبة المميزين اللي بعتبرهم بعد يعني ما انتهى كافو الظهير اليمين البرازيلي، باعتقادي حكيمي هو من أميز اللعيبة اللي يجوا في هذا المركز. زي السؤال ليش افريقيا خالد ما تعطيه؟ مرتين المفروض يحصل عليها، ما اعطته مره اعطته. لا حصل السنه مره المفروض مرتين. مين؟ افريقيا. هو انظلم صح، ما المفروض مرتين يفوز بها. حكيمي صح في افريقيا ليش ما اعطيته؟ سالك الله قاعد عندكم السؤال. كان نطول سيدي علي. كان نطول سيدي علي ما نطول سيدي علي. بس بقول لك قلنا لك فيها عواطف. لحظه شوي، سيدي علي هذاك اليوم يوم قال على الهواء انه في نفوذ وانه ما يعطونا، وانا طبعا مع احترامي وتقديري له ابدا يعني مش قصدي شيء، ولكن كان قبلها بسنه اعتقد الكابتن الاخضر بلومي ماخذ الجائزه. انا رحت بحثت سويت هو كان يستحق يعني مش قصدي لا يستحق ما فهمت قصدي. انا اقصد ان سيدي علي وش قال ذاك اليوم؟ قال انه كان في 82 انا ما اخذت الجائزه يعني سيدي علي لانه ما في دعم ونفوذ. انا بس يوم رحت سويت بحث على الموضوع بعد انا كنت برجع له ونسيت الحين ذكرتني. زي هو قال هذا بعد لحظه قال انا انظلمت كان بفوز بالجائزه واليوم الجائزه يعني هسه خلني اوصل معلومه بس دقيقه يا شباب وصل. انا يوم بحثت لقيت ان 82 سيدي علي صح كان مرشح للجائزه، ولكن 81 الاخضر بلومي الاسطوره الجزائريه ايضا حقق الجائزه يعني، و87 رابح ماجر خذاها، و2016 رياض محرز خذاها. يعني اقصد انه بالمختصر انه بالعكس مش دعم، هو اختيار موفق يمكن يكون، يعني قد يكون الله ما كتب له اياه هذاك اليوم، هو يستحق تستاهل. يعني انا عن نفسي اعطيك جائزه، انت روح البرنامج عندي هذه الجائزه الله يطول لي في عمرك. لكن انا سويت بحث سريع لقيت ان في لاعبين جزائريين قبلها بسنه حصلوا. بركات، هل وصل فينا الحال اذا احنا قلنا مثلا ان لاعب عربي يستحق الجائزه وهو يستحق، معناته انها فعلا عاطفه فينا يعني؟ بص هي العاطفه اكيد موجوده، بس يعني مش هقول لك انها مش موجوده. طبعا انا كواحد عربي يوم ما حد يجي ياخد احسن لعيب في العالم عربي هبقى مبسوط وهبقى عايز ان هو ياخدها، بس انا او بمعنى اصح خلينا الناس اللي في المجال والناس اللي فاهمين هيتكلموا بعقلانيه. لما هتيجي تقول هو يستاهل انت هتقول هيستاهل علشان كذا 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 كذا، انما انا مش يستاهل وخلاص. احنا يعني مش عايزين ندعي المظلوميه ونقول حته ان احسن لعيب في العالم بتتاخد مننا وما بيدوها لناش والكلام ده كله، لان جورج وايا خدها يعني هو كان نجم ليبيريا يعني في افريقيا وخد احسن لعيب في العالم ما فيش مشكله. ولكن انا قصدي ان احنا دايما
في حاجات دايما يا خالد المعايير ما بتبقاش واضحه للناس كلها يا كابتن. يعني المعايير كل مره يحصل على الجايزه مثلا لغط. طب يا جماعه حد يطلع يقول لنا احنا خدناه علشان المعيار الاولاني كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا وبتاع. عشان كده انت لو تفتكر انا من اول البطوله موجوده انا قلت لك دايما رابطين الجايزه بالانجازات. يعني انت رابط الجايزه بالانجازات. ممكن ده يكون صح وممكن يكون غلط، لانك انت ما بتيجي بتاخد احسن لعيب في العالم، احسن لعيب اللي هو احسن لعيب في العالم اللي هو احسن لعيب اللي هو المؤثر. انا ممكن يا كابتن منذر لعيب مؤثر في فرقته بس فرقته مش كبيره قوي، ولكن التاثير اللي بيقدمه للفريق ان هو بيعمل كل حاجه اللاعب اللي خدها ممكن يكون ما بيقدمهاش مع فريقه، ولكن انا علشان بلعب في النادي ده اللي خد البطوله الفلانيه والعلانيه فانا باخد احسن لعيب في العالم. في الوقت اللي انت لو فضلت جبت كل الماتشات وقست ممكن تلاقي ده اللي احسن بس ما ياخدش. فهي المشكله في المعايير ان المعايير ما بتبقاش واضحه. ولكن فكره اشرف حكيمي اللي احنا بنتكلم فيها لا هو اشرف حكيمي اهم لاعب في باريس سان جيرمان الفتره اللي فاتت دي كلها. وزي ما قلت لك الراجل في الهجوم بتلاقيه سابق المهاجم، في الدفاع الكره تتردد بص تلاقيه هو اللي بيدافع وهو اللي موجود. فعثمان لا عثمان غاب، وغيابه زي ما الكباتن قالوا ما بيفرقش، بالعكس ده باريس سان جيرمان عنده 3 في نص الملعب اي واحد فيهم ممكن يستاهل لقب افضل لعيب كمان في مايد تفضل. مايد عنده رد يقول لك لا في معايير تفضل. لا في هي طبعا انا اكلمك عن جائزه بالون دور. بالون دور حاطين 3 معايير اساسيه خالد، المستوى الفردي للاعب مستواه، والمستوى الثاني انجازاته مع ناديه ومع المنتخب، الثالث اضافوه بعد مشكله فينيسيوس العام الماضي وهو سلوك اللاعب. نعم. يعني روحه الرياضيه واخلاقه وتاثيره على المجتمع والاعلام وكذا وكذا. بعد منو؟ 3. لا بعد منو؟ بعد فينيسيوس بعد ما شارك. ف3 معايير يجب ان يتغير فيها الناخب او المصوت لجائزه الافضل. خالد جائزه الافضل دائما كل سنه لازم يطلعون ناس واحد يقول الف وواحد يقول باء ياخذها، لازم ما في يعني توحيد الراي على لاعب واحد، كل واحد عنده يستمتع بهذا اللاعب وفي شخص يستمتع بلاعب وهذا لاعبي في النادي. وحتى المدربين خالد دائما يصوتون حق لعيبتهم اللي يعني مدرب المنتخب اللي يصوت حق لاعب المنتخب. فلذلك الحين الكابتن رشيد لازم خالد بيقول لك لازم يقول اشرف وهذا حق يعني، لان مهما كان كما قال الكابتن العاطفه تدخل خالد. بس هو يستحق لاعب قدم موسم استثنائي. نعم. ظهير عصري هل يقال عن ظهير عصري. في العمليه تصير اللي كانوا المدربين اللي بتاع المنتخبات يطلبوا منهم وقائد الفريق بتاع المنتخب، الفيفا تبعث لهم اللي هم يصوتوا على احسن لاعب في العالم. صحيح. يعني مدرب المنتخب وقائد المنتخب. من يصوت؟ المدرب. من يصوت؟ مدرب المنتخب وقائد المنتخب وبعض الصحفيين. احنا كعرب احنا وقت تجيك انت فرصه كصحافي زوز نفس المستوى ديمبلي وحكيمي، يعني اذا واحد باش يكون اعلى بشويه بجزء بسيط انت ما تتصوتش لاشرف حكيمي في وضعيه كما هذه ما دام هو في تصويت. يعني هذا انجاز، انسان شارك بساهم بجزء كبير باش المغرب مشات لنصف نهائي كاس عالم. كم من فريق في افريقيا مشى كاس العالم في نصف النهائي؟ كم من منتخب عربي وصل لنصف النهائي؟ تقريبا الا المنتخب المغربي هو من الناس اللي ساهمت بجزء كبير في الانجاز هذا. شامبيونز ليج باريس سان جيرمان كم من شامبيونز ليج فازت؟ واحده. زين. وقت اشرف حكيمي عمل موسم ممتاز بالمدافع المتطور اللي نتاع الظهير العصري توا اللي يدخل لك كارتكاز ثاني ويدخل لك صانع العاب ويلعب لك كجناح ويعمل لك التغطيه الدفاعيه. شكون اللي توا في الاظهر في العالم اللي في المستوى العالي موجود؟ هو الوحيد. ما فهمت عن نقطه المدرب والكابتن ايش قلت؟ انا في الفتره مثلا اللي كنت مدرب منتخب التونسي بتصوت حق لاعبك صح؟ وقت تجي تبعث لك كل سنه شكون احسن لاعب في العالم. تصوت 3 الاول ثالث. تصوت احسن لاعب في العالم وقائد الفريق المنتخب. قائد الفريق هو اللي يصوت. لو لاعب تونسي من ضمن التصويت وانت مدرب منتخب تونس وانت كابتن ايضا كابتن منتخب تونس، حتصوت حق مين؟ بدون تفكير لاعب تونسي بس خلاص. طيب انا سويت لكم بحث سريع. افضل لاعب في العالم لها معايير واضحه والتصويت يتم بناء عليها خلال فتره زمنيه محدده يعلنها الفيفا كل سنه. المعايير الاساسيه الاداء الفردي،
مستوى يعني الأداء الفردي في المستوى الفني طوال الموسم، التأثير في المباريات الكبيرة، الاستمرارية وليست مباراة أو بطولة واحدة، النجاحات الجماعية بمعنى البطولات التي حققها مع ناديه أو منتخب بلاده، الأدوار الحاسمة في النهائيات ونصف النهائي، التأثير والقيادة، دوره القيادي داخل الملعب وتأثير على الفريق يعني صناعة الفارق، اللعب النظيف والسلوك، الروح الرياضية، واثنين الانضباط داخل الملعب وخارج الملعب. يتم التصويت إلى ينقسم التصويت إلى 4 فئات، كل فئة لها وزن متساوي. مدربو المنتخبات، قادة المنتخبات، الصحفيون والجماهير. كل جهة تختار الأول 5 نقاط، الثاني 3 نقاط، الثالث نقطة، واللي يجمع على نقاط يفوز بالجائزة. طب كل المعايير دي تنطبق على أشرف حكيمي؟ على أشرف. وشيل بقى وشيل من ديمبلي، يصوت الديمبلي، وشيل من ديمبلي الاستمراريه، وتنطبق على ديمبلي. انا مش في واضيف تنطبق على نقطتين قلت لهم خالد الحين، نقطتين اساسيتين، هو الاستمراريه في الاداء اللي ما عندش ديمبلي وعند اشرف حكيمي، وكذلك القياده، الاسلوب قيادي، هو قيادي في المنتخب وقيادي في فريقه في باريس سان جيرمان. من ياخذ القياده بعد ماركينيوس؟ من ياخذ القياده؟ مش اشرف حكيمي في باريس سان جيرمان؟ حتى تاثيره بعد تاثير قوي اثر مع المنتخب المغربي الاولمبي في حراسه البرونزيه. اوكي، ديمبلي ينافس اشرف فهد؟ نعم بكل قوه، ويمكن يكون كتاثير داخل الملعب ممكن يكون افضل. صح، في ادوار يسويها اشرف حكيمي، ادوار كبيره كلاعب مدافع، لكن انا اتكلم عن صناعه الفرق. قد يروح لها تروح لديمبلي. يا كابتن، ادوار باريس سان جيرمان حتى الظهير الايسر بيجيب اهداف لما بيلعب هناك جناح، يعني فكره المدرب. لا بس مو تقليل في اشرف حكيمي، اشرف حكيمي موسم خرافي. ما حتقلل في اشرف، بس دقيقه الله يخليك، بس اعطيهم يلعبون. اشرف حكيمي غالب على اهداف وصنع اهداف. ممكن خالد، اشرف حكيمي لعب في 3 دوريات في مدربين مختلفين. في الدوري الالماني ياخذ افضل ظهير، في ريال مدريد في ريال مدريد مميز، في الدوري الفرنسي مميز، في اوروبا كارقام كظهير دائما هو الافضل. الدوري الايطالي كان مميز. نعم، في كل مكان مميز. في انتر ميلان. نعم، اشرف حكيمي في مدربين مختلفين، في دوريات مختلفه، فرق مختلفه، دائما يكون لاعب مؤثر. لذلك هو لو يحصل على الجائزه ما هو مستغرب ابدا. شوف السنه اللي ساعد اللاعبين هؤلاء اللي ترشحوا حكيمي وديمبلي، سنه باريس فريق مؤثر ولاعبين مميزين. يعني فيتينيا احسن لاعب وصل الملعب، بعد اكيد مرشح انه ياخذ الجائزه. جواو زميله ايضا البرتغالي مرشح، مندز، ديروما، الحارس. فريق كان ديمبلي، يعني مش هم لحالهم، يعني 5 6 مرشحين من باريس. دينامورو اليوم فاز بافضل حارس، نفس يعني خذ جائزتين السنه. انتقل الى مانشستر، والعلم الحارس ماله امريكا خذ جائزتين. يعني الحارس اللي انشال مانشستر سيتي. يعني اللاعب اللي طلع، انت جبت عناصر باريس ولا حد يحلم فيها، حاجه خرافيه سوي، عشان باريس سوى كل شغل. جاب ميسي ما جاب بطوله، اخر شيء جابوا هذا الاطراف وحققوها. لكن هذا لمي اللي بقول لكم على ايه، هذا سوى معادله تاريخيه في كره القدم. قد ما ينصفوا الفيفا، لكن تاريخ ينصفه حتى لو مسجل رقمه.